البرتقانة دي محيرة الدنيا كلها. يلا بينا نجرب ترند البرتقانة. كيكة البرتقانة هنقطعها وهنحطها في الخلاط، هنعمل مكوناتنا كلها في الخلاط. هي طريقتها سهلة وبسيطة، تعالى اقولك على النتيجة اخر الفيديو. جبت البرتقانة بتاعتي ورحت مقطعاها مكعبات بالشكل ده، وهنزل اجيب الخلاط بتاعي وهنزل بالبرتقانة دي في الخلاط. تمام. يفضل نوع البرتقان يبقى برتقان بسرة علشان اللي ما يبقاش فيه بذور، ما تمررش، وعلشان القشرة بتاعته كمان ما يبقاش فيها سنة مرارة. البرتقان البلدي بيبقى فيه سنة مزازة ومرارة اكتر من البرتقان بسرة، يبقى يفضل في الوصفة دي البرتقانة تكون برتقانة بسرة. وبنزل عليها باتنين بيضة، بس البيض اللي عندي كان حجم كبير استخدمت اتنين بس، هو المفروض 3 بيضات، يعني لو البيض اللي عندك صغير هتستخدمي 3. وهنزل بكوبايه الا ربع من الزيت وكوبايه الا ربع من السكر. هخلط المكونات دي لمده 3 4 دقايق، المهم عندي يبقى الخليط ما فيهوش اي تكتلات بالشكل ده كده. ولو وصلنا لغايه هنا ما ننساش ننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بعد كده هبدا اضيف عندي دقيق، انا هضيف كوبايه ونص من الدقيق، طبعا بكون نخلاه حلوه قوي. هضيف عليهم كمان باكت كامل من البيكنج باودر، او ما يعادل معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر. وهنزل عليهم كمان بمعلقه كبيره من الخل. الخل عندي هنا بيعمل كمحسن للكيك، فهو حابه ضيفيه ناس ما بتحبوش مفيش مشكله، بس اول ما بضيف الخل بيبدا يعمل تفاعل، معرفش واضح في التصوير ولا لا، مع البيكنج باودر ويعمل فوران كده، هو انا عايزه كده. ببدا كمان طبعا رشه الملح ده اساسي معايا. بخلط كل المكونات دي، وفي الوقت ده بكون مجهزه عندي القالب بتاعي، دهناه دهنه زيت حلوه قوي، ودهناه ورشه فيه كمان رشه دقيق. وابدا انزل بخليط الكيك بتاعي بالشكل ده. انا ما ضفتش اي سوائل نهائيا غير البرتقانه، وزي ما قلت لك الزيت والسكر والمكونات بتاعتنا العاديه. هديله خبطتين كده وهدخله الفرن على درجه حراره 180. اخد معايا من 35 ل 40 دقيقه. الحركه دي كمان كانت اللي عامله الترند بقى، كانت عاملاها فيه، عملت خط كده في الكيك ونزلت فيه بمعلقه من الزيت بالشكل ده كده. هدخل بقى الكيكه بتاعتي الفرن زي ما قلت لك على درجه حراره 180 من 35 ل 40 دقيقه بالظبط، بتكون استوت عندي. بتطلع عندي بالطريقه الحلوه قوي دي، هشه جدا، طريه جدا جدا، وهي دافيه كده بتقلبيها. لكن لو بردت معاكي في القالب مش هتعرفي تقلبيها. بقلبها بالشكل ده وهبدا اقطعها معاكم. طالع معايا حلو قوي قوي. اللون البرتقال مديها لون برتقاني كده جميل. الريحه بتاعتها ريحه قويه، طبعا قشر البرتقال مديها ريحه قويه جدا، ما فيهاش اي مراره ولا اي مزازه. القشر مش عامل فيها اي حاجه خالص، يعني جربوا قلبك جامد. وزي ما قلت لك يفضل ان هي تبقى برتقانه بسره مش برتقان بلدي. من جوه هشه جدا طريه، بسماتها ضيقه وجميله. بجد جربيها تعجبك قوي قوي قوي.